هنقعد بقى نقلب فيها كده، مش هنمسك القطعة، مش هنمسكها بايدينا، احنا هنقعد نقلب فيها كده 15 مرة. احنا بناخد من تحت لفوق وايدينا مفرودة اهي. 15 مرة. بعد كده المفروض ان احنا بناخدها نحطها في مية، لا انا بحطها بغطسها في التتبيلة دي تاني واطلعها. بس شايفين بقى التعريجات بتاعتها والحته القطعه عامله ازاي. اكلة اخر الشهر يا ولاد. شايفين بقى اللون ده عامل ايه. دي طماطم برضو متفرزه محطوطه في الفريزر ومحطوط عليها بنجر على فكره. البنجر حلو ومفيد وبيخلي لونها جميل. هسيبه بقى قبل ما اولع عليه او احط عليه الشوربه، هسيبه كده مثلا نص ساعه ياخد كده من طعم بعضه ويديني بقى التست الحلو بتاع الطواجن بقى. وما تقلقيش يا فوزيه، طول ما انا معاكي ان شاء الله هندبر وهنوفر وهنعمل كل الاكلات الحلوه وباقل التكاليف مع وزيره التوفير. ما تقلقيش. بصوا بقى، دي كيلو اجنحه. اجنحه هي اجنحه عسل وحياه ربنا عسل. بصوا بقى، احنا هناخد نصها كده، هناخد نصهم يبقى دول بكام؟ ب30 جنيه. ده كيلو ب60 جنيه، هناخد نصهم يبقى نص كيلو ب30 جنيه. هنشوف بقى هنعمل فيه ايه. بصوا بقى، هنمسك الاجنحه ديت هنقطعها كده، اللي هي هنخلي الدبوس ده لوحده والجناح لوحده، الحته دي كده. ده بقى دبوس اهو، لما يتقلي هيبقى دبوس ورك. وهنشيل طبعا الحته اللي هي بتسبب الزفاره دي والحته دي اهو. هنقطعهم كلهم كده بقى. هنشيل الحته دي والحته دي، هقطعهم كلهم كده. انا طبعا غسلتهم كويس قوي ونقعتهم شويه. هعصر عليهم بقى ليمونه. انا صفيت الميه يا دوبك، سايبه فيه شويه ميه بسيطه كده. وهحط شويه دقيق عشان لو ريحتها اي زفاره، الدقيق ده بيضيع الزفاره. وهسيبها برضو منقوعه كده في الحاجات ديت، وهحط شويه ملح كمان، وهسيبها منقوعه كده في الحاجات ديت مثلا ربع ساعه كمان. بصوا بقى، غسلتهم اهمت وشطفتهم لحد ما بقوا زي القشطه، بقوا زي الفل. مش عشان احنا بقى اخر الشهر يبقى مش هنعمل لحمه وفراخ لا، احنا هنعمل باذن الله. بس ما تقوليش ان هي ديت جناح، ما تقوليش. هما مش هيعرفوا اصلا ان هي جناح، نضحك عليهم. بصي بقى، ديت شويه لبن زبادي اهو، او لا او حليب او زبادي اللي عندك، هننقعهم فيهم. ده لبن واخد عندي، لبن رايب يعني. وهنحط معلقه فلفل اسمر على كمون، معلقه شطه ناشفه من اللي احنا عاملينها برضو، معلقه بابريكا، معلقه بابريكا مدخنه. وهنحط مكعب مرق دجاج، وهنحط الملح. هنمسك بقى الكلام ده كله هندعكه كويس قوي عشان الجناحه دي تتشرب من التتبيله دي. والله العظيم ريحتها جميله. هنسيبها بقى في التتبيله ديت ساعه ساعتين على بال ما نجهز بقيه الحاجه اللي هنعملها. دي طبخه اخر الشهر، اللي هو ايه، الخواجه لما بيفلس بيدور على دفاتره القديمه. هنعمل طاجن. هنعمل بقى الحاجات الموجوده عندنا. انا معايا اهو 4 بطاطسات، هقشرهم وهقول لكم هنعمل فيهم ايه. انا نسيت اقول لكم على التتبيله ديت، هنحط معلقه خل عشان تخلي الانسجه تدوب وتستوي بسرعه، ومعلقه سكر صغيره.
على التتبيله دي وهنقلبها في بعض برضه. دي بصلايه اهي متقطعه شرايح كده، بصلايه واحده. هنحط عليها ايه بقى؟ هنحط عليها معلقه بهارات، ومعلقه شطه. اللي مش عايز شطه حراقه ما يحطش، انا هحط معلقه صغيره، ومعلقه فلفل وكمون، بس كده. هندعك بقى البصلايه في قلب كل ده في بعضه كده، البصله في قلب البطاطس في قلب البهارات. هنحط الملح كمان، الملح بتاعها بقى عشان ما نحطش ملح تاني. عايزه بقى تحط مرقه خضار، مكعب مرقه خضار، يبقى تمام قوي. مش عشان احنا بقى اخر الشهر مش هنعمل، لا ده احنا اخر الشهر وما معناش فلوس وهنعمل وليمه ب 30 جنيه. ده قرن شطه اخضر اهو، مش حراق، بارد. دي معلقه فاصوليا خضراء اهي، يعني معلقتين فاصوليا خضراء كده، مش كتير يعني، دول لقيتهم فايضين كده في الفريزر. فاصوليا خضراء متفرزه. والخضار اللي عندك حطيه، عندك كوسه حطيه، عندك ممكن باميه. بصي الطاجن ده بيبقى باي خضار موجود عندك. دول شويه بسله هم كانوا متفرزين برضو، بسله على جزر. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه. هنحط الصلصه بقى. نحط الطماطم اهي، دي طماطم برضو متفرزه، محطوطه في الفريزر، ومحطوط عليها بنجر على فكره. البنجر حلو ومفيد وبيخلي لونها جميل. هسيبه بقى قبل ما اولع عليه او احط عليه الشوربه، هسيبه كده مثلا نص ساعه، ياخد كده من طعم بعضه ويديني بقى التست الحلو بتاع الطواجن بقى. وما تقلقيش يا فوزيه، طول ما انا معاكي ان شاء الله هندبر وهنوفر وهنعمل كل الاكلات الحلوه وباقل التكاليف مع وزيره التوفير. ما تقلقيش. واحده بتقول لي انت وزيره التوفير، هنسميكي ليلى الموفره المدبره، ملكه التوفير ان شاء الله. طول ما احنا مع بعض باذن الله ما تقلقوش وقولوا يا رب. كده بقى انا سبتها اتنقعت قد نص ساعه اهو. هحط لها بس معلقتين سمنه من اللي احنا عاملينها اهي، هحط لها بس معلقتين كده، وهحط لها معلقه توم معلقه دقه كده انا عاملاها. ما رضيتش احطها واحنا بننقعها عشان ما يصننش. هقلب بقى الكلام ده كله في بعضه. هزودها بقى شوربه او ميه سخنه، لو ما عندكيش شوربه هنحطها على النار بقى على عين البوتاجاز شويه، يعني اما تبقى داخله على سوا كده هحطها في فرن البوتاجاز. دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هعمل طبق رز بشعريه. دول شويه شعريه اهو، دي كوبايه رز واحده مغسوله ومتصفيه. حطيت معلقتين سمنه اهو، هحمر فيهم الشعريه. طبعا كلنا بنعرف نحمر شعريه وبنعرف نعمل رز بشعريه، بس انا حبيت اجيب لكم الاكله من اولها لاخرها. هحط هنا الملح عشان الشعريه تاخد لون موحد، الملح كله بتاع الرز هحطه مع الشعريه كده عشان الشعريه كلها تبقى لون واحد. نسمي الله ونصلي على رسول الله ونرجع للفراخ بتاعتنا، للفروج. هناخد بقى الفراخ من التتبيله
هنصفيها كويس من الميه اللي فيها دي، الاجنحه يعني، وهنحطها في قلب الدقيق. الدقيق ده انا ما حطيتش عليه حاجه خالص غير معلقه ملح بس صغيره. هناخد الفراخ الاجنحه دي كلها نحطها مش هنقول اجنحه بقى، احنا هناخد الدبابيس ديت نحطها في قلب الدقيق. ماشي. هنقعد بقى نقلب فيها كده، مش هنمسك القطعه، مش هنمسكها بايدينا، احنا هنقعد نقلب فيها كده 15 مره. احنا بناخد من تحت لفوق وايدينا مفروده اهي. خمستاشر مرة. بعد كده المفروض ان احنا بناخدها نحطها في ميه، لا انا بحطها بغطسها في التتبيله دي تاني واطلعها اهي. دي بتديها طعم احلى، احلى ما تحطيها في ميه. انا بحطها في قلب التتبيله واطلعها. اللي عايز يحطها في ميه برضو براحته. انا بخليكي بقى تحطيها في التتبيله ليه؟ عشان انا هخليكي تاكلي الكفر بتاعها ده قبل اللحمه نفسها. الكفر بتاعها ده هيبقى طعمه خطير، هيبقى شارب التتبيله كلها، مش هيبقى طعمه عجين بقى بميه، لا هيبقى طعمه عجين بتتبيله، يعني دقيق بالتتبيله. برضو هنقعد نقلبها كده 15 مره. اهم حاجه التقليبه دي. بصوا بقى بقت عامله ازاي، بصوا التعريجات دي. بس في زيت غزير بقى هناخد الفراخ كده، يا دوبك هننفضها شويه من الدقيق ونحط في قلب الزيت. الزيت يكون حامي قوي. على فكره لو عايزين تحطوا على الدقيق معلقه نشا ماشي، حطوا معلقه نشا، بس انا ما كانش عندي نشا. يعني مش هنبقى بطاسه قوي عشان تنشف. بس كده كفايه. هتاكلي احلى اجنحه اكلتيها في حياتك، والله العظيم. الطريقه ديت هتعتمديها وهتدعي لي. انا عايزاكم بس اللي جرب طريقه وتعجبه يدعي لي، واللي لسه بيتفرج عليا لحد دلوقتي يحط لايك للفيديو، واللي مش مشترك يشترك في القناه. لو عجبتكم تشتركوا في القناه، لو استفدتوا بمعلومه اشتركوا في القناه. شايفين يا ولاد الجمال والحلاوه؟ شفتوا الجمال؟ انا بقول لك ما تمليش الصينيه عشان تنشف من كل ناحيه وتتحمر من كل ناحيه، ميبقاش فيها حتت طريه. بس شايفين بقى التعريجات بتاعتها والحته القطعه عامله ازاي؟ اكلة اخر الشهر يا ولاد. شايفين بقى اللون بقى عامل ازاي؟ شايفين الجمال؟ دي جناحه. هو حد يقول جناحه، هو حد يقول جناحه. شايفين العسل؟ طول ما انت راضيه وطول ما انت بتسمي الله كده على الاكل وتصلي على رسول الله، بيبقى الاكل والله العظيم زي العسل. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى النتيجه روعه. شايفين ناشفه ازاي؟ شايفين عامله ازاي؟ بس للامانه المعلقه النشا بتفرق كتير، المعلقه النشا بتبقى حلوه قوي، احسن من كده كمان. بسم الله ما شاء الله والله العظيم جميله.
وب30 جنيه. شايفين القطعة عاملة ازاي؟ اللي يشوفها ما يقولش ديت أجنحة. القطعة ما شاء الله حلوة. بصوا، بس عشان ما تطراش برضو ما تحطهاش على بعضها. انا حطيتها على بعضها لان انا هحط الاكل دلوقتي. يلا بقى نغرف بقية الاكل واوريكم الطاجن والحاجات اللي فاضلة. تعالوا شوفوا بقى الطاجن، طلعته من الفرن اهو، لسه طالع حالا اهو، لسه بيبقبق اهو. الطاجن بسم الله ما شاء الله، والله العظيم طالع تحفة. والرز، شايفين الفراخ طالعة عاملة ازاي؟ طالعة جميلة. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم، واترككم في رعاية الله وحفظه، مع فيديو جديد ان شاء الله، انتظرونا.